إلا شي سنين قالت لك أصفر خاصك دير انتباه. فكلمة أصفر بالصينية اللي كيتقال خوان كاينين فيها بزاف ديال المعاني السلبية. مثلا إلا فشلتي شي مشروع ولا تجارة الناس كيقولوا ولا صفر خوان لا علاش أصفر. فكر في أوراق ديال شجرة، منين كيصفر غادي يطيح من الشجرة يعني كيفقد النشاط ديالها حتى تموت شوية بشوية، يعني أصفر كيمثل فشل. مثال آخر، إلا شي حد قالت لك وجد كيبان أصفر فخوان، هاد المعنى هو أن ممكن تكون مريض. وخا الصينيين طبيعيين عندهم بشرة صافية كتميل أصفر. إلا مرض واحد الوجود كيبان بهاج وصفر، يعني هنا أصفر كيمثل صحة ضعيفة. علاش ما كيقولوهاش مباشرة فشلتي ولا مريض؟ حيت باش يقولها مباشرة كتبان قاصحة شوية. استعمل أصفر هو طريقة محدبة وأكثر دبلوماسية باش تعبر على هاد المعنى. حتى إلا شي حد قالت لك أصفر خوان راه ممكن نخصب بها شويه ما هو جنسي. هاد المعنى جا من مصطلح انجليزي يالو بريس اللي كان يعني صحافه مثيره كيشد انتباه. حتى الاصفر كيمثل لون تربه اللي في الصين كيتقال تو. الا شي حد قال لك تو هادشي كيعني ان اللبسه ديالك او ستايل ديالك قديم وماشي عصري. علاش؟ حيت تربه صفراء كتفكر الناس قريه ومناطق قرويه غالبا ما ترتب ستايل بسيط وقديم. ومن هنا ولات طريقة باش يوصفوا شي حد ماشي أنيق والمودرن. اش من لون بغيتم تعرفوا مازال؟